السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص يا شباب، مش طبيعي الرقم اللي دخل كلمني امبارح دوت، والناس اللي جات لي من الفيديو بتاع امبارح على موضوع الثانوية والطلبة والامتحانات والكلام ده. يا ولاد والله العظيم الكلام ده بيحصل كل سنة، والله كل الناس بتبقى طاقتها خلاص يعتبر انتهت. كل الناس بتفكر تقسم السنة، كل الناس بتفكر تعيد السنة. اوعى تفكر في حاجة زي كده، اوعى تعمل كده. مهما تيجي لك الافكار دي تطردها وما تركزش معاها نهائي، لان ديت حاجة هتدمرك انت. هل انت عندك استعداد تعيش العذاب ده مرة تاني؟ هل عندك استعداد تعيش العذاب ده سنة تانية كمان؟ ما اعتقدش ان انت عندك استعداد تعمل كده. يا حبيبي قوم واستعين بالله ولا تعجز وشد حيلك. والله العظيم يعني كلنا انا اللي قدامك دوت انا كنت هعمل كده. لا بفضل ربنا، انا ربنا انقذني وكذا كلمت كذا حد وما فضلتش ساكت. انا اتكلمت مع كذا حد وكذا حد من المدرسين حبايبي ومع ابويا وامي، والله العظيم كانوا خلاص مش عارفين يعملوا ايه معايا ولكن والله العظيم ربنا جميل وكريم وفضله واسع قوي. ما تستسلمش الافكار دي، الشيطان مش عايزك تكمل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ربنا بيوعدك بالفضل، بس انت عامل اللي عليك. اقفل دلوقتي التليفون، الله يبارك لك، وبص وموت نفسك يا عم. هات اخرك، احرق كل طاقتك. اذا كنتش هتحرقها دلوقتي تحرقها امتى؟ والله الاجازة جاية والاجازة طويلة وهبص يعني هتيجي وقت كده في الاجازة خلاص انت عملت كل اللي انت عايزه. خلاص بقى يعني قاعد كده حاسس ان انت ايه، خلاص انت عملت اللي انت عايزه. ماذا بعد بقى؟ هتقعد بقى تفكر هتضيع وقتك في ايه تاني، او هتنزل شغل او الحياة هتمشي. والله يعني هي مش نهاية العالم ولا نهاية المطاف يعني الدنيا حلوة يعني، والدنيا هتكمل والحياة هتكتشف بعد كده ان التفكير ده كان ساذج، وهتفتكر ان انت كنت دماغك دي مسوحاك، وان انت هتحمد ربنا بعد كده على ان انت ما اتخذتش قرارات تندم عليها بعد كده. هات آخرك واستعن بالله ولا تعجز. والمؤمن أينما استدرك أدرك، فإنما يستدرك عند كريم. يا شباب والله العظيم أنا بقول لكم الكلام ده من قلبي، والله العظيم أنا كنت ببكي بالدموع، والله يا ربنا وحده اللي عالم أنا كنت ببكي إزاي. يعني فضل ربنا كبير والله. والله هات آخرك ولحد آخر ثانية قبل ما تخش اللجنة تقدر. أهم حاجة ما تجيبش المنهج تحفظه أو تذاكر من الأول، لأ حل امتحانات، كل سؤال يقف معاك ارجع هاته وشوفه. هكذا يعني شد حيلك وهتلاقي الافكار متشابهه، تغيير ارقام، تغيير تكه بسيطه في الالفاظ، لعب في الالفاظ. ما تخافش والله ربنا كريم. يعني اهم حاجه ما تيأسش. هتيجي اول امتحان هتيجي تحله ممكن تقعد فيه 8 9 ساعات، ما تخافش وما تقلقش وما تترعبش. انت لسه بتتمرن انت، بس عشان انت بترجع تبص على كل حاجه وتأكد عليها، وهتلاقي فيه اسئله